دايما الناس بتستغرب ازاي محدش بيميز ان كلارك كينت هو سوبرمان، ازاي سوبرمان لما بيلبس نظاره فجاه محدش بيعرفه. ده سوء فهم كبير معظم الناس بتقع فيه، وانا مش بلومهم لان في معظم اللايف اكشن موفيز ما بيبقاش باين فرق فعلا بين الاثنين عكس الكوميكس والانيميشنز. وفي نظريات كتير مبالغ فيها الفانز اقترحوها عشان يفسروا الموضوع ده، زي نظريه في السبعينات بتقول ان النظاره بتاعته مصنوعه من مواد كريبتونيه بتعمل تنويم مغناطيسي للناس وتخليهم يشوفوه ضعيف وتخين ومش عارف ايه. لكن النظريه دي تم نبذها على طول لان مفيش اي دليل على الكلام ده، بالعكس في ادله كتير ضده، زي ان احيانا باتمان بيتنكر على شكل كلارك كينت. ده معناه ان الناس شايفه كلارك ببنيه قويه وعريضه زي بنيه باتمان مش بنيه ضعيفه. في الثمانينات كان في اقتراح منطقي اكتر بكتير، وهو بكل بساطه ان الناس ما تعرفش اصلا ان سوبرمان عنده سيكريت ايدنتيتي او شخصيه مزدوجه، لانه ما بيلبسش قناع ووشه على طول باين للناس، فبالمنطق كده ايه اللي يخليه يتنكر اصلا؟ فبالتالي لما بيشوفوا حد شبهه بيقولوا يخلق من شبه 40 وخلاص. الفكره بالظبط زي لو ليك صاحب شبه ممثل مشهور، التفسير المنطقي ان صاحبك بالصدفه شبه الممثل مش انه هو الممثل ومتنكر، صح؟ في 2004 نزلت سلسله كوميكس اسمها سوبرمان بيرثرايت، اتقدم فيها تفسير كمان، وهو ان عين سوبرمان في الطبيعي لونها ازرق لامع وقوي، لكن لما بيلبس النضاره الازاز بتاعها بيشتت اللون وبيخليه يبان خافت وغامق. وكمان في عنصر تاني بيعتمد على قدرات سوبرمان في التمثيل، وهو بينتحل شخصيه كلارك بيوطي دماغه وكتافه وبيتني ظهره شويه لقدام وبيتكلم بصوت خافت وناعم، لكن كسوبرمان بيقف باستقامه وبيتكلم بصوت خشن وعميق. كل ده كافي انه يخلي الناس اللي بتتعامل مع سوبرمان وكلارك تعتبره مجرد شبه، لكن مع ذلك برضه في ناس شكت ان هو سوبرمان لوقت قصير، لكن بعد كده رجعوا في كلامهم بسبب حاجات كلارك بيعملها متعمد عشان يبان ضعيف وعبيط، زي انه بيتكلم بسرعه وبعدم ترتيب وبيخبط في الناس وهو ماشي، واحيانا بتظهر ان لسانه اتلسع من القهوه وهو بيشربها. في الكوميكس ليكس لوثر بنى كمبيوتر خارق قدر انه يحسب هويه سوبرمان الحقيقيه، لكن ليكس لوثر ما صدقش لانه ما كانش مقتنع ايه اللي يخلي كائن بالقوه دي يحتاج انه يعمل نفسه بني ادم ضعيف كده. كائن بالقوه دي مش هيبقى عنده خوف ومش محتاج يخبي حاجه. كل دي عوامل كتير بتخلي الناس اللي بيتعاملوا مع كلارك وسوبرمان عن قرب يستبعدوا الاثنين نفس الشخص ويشوفوها فكره سخيفه. اما باقي الناس محدش فيهم اتعامل عن قرب مع الاثنين، في ناس عمرها ما اتعاملت مع كلارك ويعرفوه بس كاسم في جريده، وناس عمرها ما اتعاملت مع سوبرمان ويعرفوه بس كبتاع احمر فازرق بيطير في السماء، وفي ناس عمرها ما اتعاملت مع الاثنين. فتنكر سوبرمان مش بالسخافه اللي الناس معتقداها، ده من اكتر التنكرات المعقده والمتعبه في عالم السوبر هيروز، لان 90% منه بيعتمد على ذكاء كلارك وقدرته على التمثيل والتصرف بسرعه في المواقف اللي بتهدد بفضح شخصيته. شكرا لمشاهدتكم، لو عجبكم الفيديو لايك وشير وسبسكرايب، وتقدروا تكتبوا كومنتس فيها ملاحظاتكم. اشوفكم الفيديو الجاي.